دكتور زيدون الزعبي أستاذ جامعي سابق في الجامعات الأوروبية في سوريا اللي كانت تشتغل بسوريا، مواليد 74 درعا، حاصل على الدكتوراه في الإدارة في سوريا ودراسات عليا في ألمانيا. نشط في الانتفاضة السورية وتعرض للاعتقال، وعمل في المجالين المدني والإنساني، وعمل ميسرا لدى مكتب المبعوث الدولي الخاص بسوريا. هو طبعا باحث وخبير في شؤون الحوكمة والإدارة. عمل بين أعوام 2005 و2009 مع الاتحاد الأوروبي داخل سوريا. عمل بعدين بين أعوام 2007 و2013 مدير للجودة والاعتماد ونائب عميد كلية الإدارة في الجامعة الأوروبية في سوريا. من أقواله اللي ناقلتها بعض الصحف بعض المواقع، يقول في إحدى المناسبات: لا يوجد ضحية أكبر من المعتقلين، فالموت أهون ب1000 مرة من الاعتقال، لأنك في الاعتقال تتمنى الموت 1000 مرة في اليوم. من أفكاره الخاصة أيضا اللي تحمل أسلوبه، يقول إن استقلال المجتمع المدني عن الأطراف السياسية الداخلية والخارجية شرط رئيسي لتشكيل فعل مدني بعده الأساسي المجتمع واحتياجاته وتطلعاته، وإذا لم يكن هناك مجتمع مدني بالمعنى الحقيقي للكلمة لن يكون هناك استقلال حقيقي. كما يؤكد أن تناقض الدعم الدولي كان أحد عوامل تقسيم المجتمع المدني في سوريا، طبعا لأن جزءا مهما من المجتمع المدني ارتبط بأجندات الدول وتحول إلى أداة لها بدلا من أن يكون أداة مجتمعية. ورأى أن السوريين بحاجة في الأيام المقبلة إلى نظام حكم شبه رئاسي بصلاحية واسعة لبرلمان من غرفتين، إحداهما تكون ممثلة للمناطق والمكونات، والثانية يعني الغرفة الثانية للشعب، يعني مجلس الشعب. حاليا مقيم في ألمانيا. شكرا. مساء الخير للكل ولمركز ريبين. تشرفت انه موجود معكم افتراضيا، وان شاء الله نلتقى كمان بهولير بس يتيح الفرصة لنا. بالنسبة لقضية اللامركزية، حقيقة هو في 3 أنماط للامركزية وفي 3 أبعاد، وفعلا في خلط شديد ليس فقط بالمناسبة عند السوريين وإنما أيضا بالمشرق كله، بالعالم العربي كله، في سوء فهم شديد لقضية اللامركزية، في سوء فهم شديد للامركزية السياسية، في خلط بين المصطلحات. لذلك التوانسة مثلا رفضوا استخدام أي مصطلح، قالوا خيونا نحن شو بدنا نقول، بدنا لا مركزية سياسية ولا إدارية. أخي نحن ما بدنا نقول لا العنوان هذا ولا العنوان هذا، نحن بدنا نقول بالضبط شو اللي بدنا إياه وبعدين نحط العنوان اللي بدك اياه، لانه بنعرف نحن انه بالعالم العربي بيخلطوا كثير بيناتهم. فانا من حوالي 5 أو 6 سنوات بشتغل كثير على حمله توعيه، اوضح للناس انه اخي في خلط رهيب بالمصطلحات، وهذا اللي بيخليني دائما على مثلا خلينا نقول متاهب، لانه انا مثلا معارضه بتستعمل لا مركزيه الاداريه الموسعه، وانا يعني اكاد اجن من هذا المصطلح، بكرهه المصطلح لا مركزيه الاداريه الموسعه، وبعتبره هو احد النقاط المقتل. نحن بحاجه الى لا مركزيه سياسيه بسوريا، لكن اذا الناس بتفهم اللا مركزيه السياسيه مثل ما هي هلا فهمانيتها، اخي بلا ما نقول نحن بدنا لا مركزيه سياسيه، بس تعالوا نتناقش بالمضمون. يعني انا لا تقول لي بدي نظام رئاسي او شبه رئاسي او برلماني، قول لي شو المضمون. لا تقول لي بدي فدراليه، بس قول لي المضمون. بالمناسبه مثال اسبانيا وجنوب افريقيا هي دول فدراليه، ايطاليا هي دوله فدراليه، لكن ما بتحكي، ما في عنوان فدرالي. فانا لا تقول لي فدرالي، اعطيني المضمون، لا تقول لي لا مركزي، اعطيني المضمون. مع ذلك مهم انه نحن على الاقل ما بين النخب نتفق مع بعضنا على شو بتعني هاي المصطلحات، وبالتالي انا راح اشرح هلا الانماط الثلاثه للامركزيه والابعاد الثلاثه للامركزيه، وهون بيجي الخلط، ومن ثم انطلق من اخر تعريف لاقول الفرق ما بين اللامركزيه السياسيه والفدراليه، يلي هي بالمناسبه بكل الود اكثر المكونات السوريه مطالبه الفدراليه هي المكون الكردي، ويطابق بين اللامركزيه السياسيه والفدراليه، وهذا خطا، ما صحيح. يعني اللامركزيه السياسيه ليست الفدراليه. راح ابدا بالابعاد بالانماط الثلاث. الانماط الثلاث للامركزيه هي اللا حصريه، التفويض، ثم النقل.
لا حصريه هي ليست لا مركزيه، هي يعني ولا يعني ما لها كثير معنى، بس انه شو، انه انا بوزع الخدمات ببلدي، بوزعهن جغرافيا. يعني على سبيل المثال مثلا ثلاث لا مركزيات هذول موجودات بدوله احاديه مثل فرنسا، وجزء كثير كبير منهن مو موجود بدوله فدراليه مثل روسيا. روسيا فدراليه، لكن روسيا ما عامله لا مركزيه ماليه، الجمهوريات بتجمع مصاري وبتردها للمركز لموسكو، تيجي موسكو تتحكم بكل الجمهوريات بالمصاري، وبالتالي انتهت كل اشكال اللامركزيه، رغم انها فدراليه. الامر ينطبق على الامارات. لا تعني الفدراليه اللامركزيه حكما، في تقاطع بس لا تعني ابدا. تصبح الدوله لا فدراليه عندما يتحقق فيها الشروط التاليه: واحد، وجود برلمان بغرفتين، غرفة تمثل الشعب وغرفة تمثل المناطق. فأعطي مثال: أمريكا النظام الفيدرالي في العالم، لديها الكونغرس اللي تسمعوا فيه. الكونغرس مكون من شقين: مجلس النواب House of Representatives، ومجلس الشيوخ السنت. مجلس النواب فيه 425 شخص بيمثلوا سكان أمريكا، وكل ولاية لها عدد من الممثلين ينسجم مع عدد السكان. هذا بمجلس الممثلين. مثلا كاليفورنيا كبيرة لها 35 نائب، كونتيكت صغيرة لها 9 نواب. في حين مجلس الشيوخ هنا يمثل المناطق، وما في منطقة بنقول أكبر من الثانية. بالتالي عندي 50 ولاية، عندي 100 عضو مجلس الشيوخ، عن كل ولاية في 2. تمام؟ إذن أول شرط إنه، وهون خليني أنبه، مجلس النواب يدافع عن حق الشعب الأمريكي، في حين مجلس الشيوخ كل يدافع عن حقوق ولايته. ألمانيا فيها البوندستاغ اللي هو الشعب، وفيها البوندسترات اللي هو المجلس الاتحادي. وهون بألمانيا قالوا كمان الولايات قد بعضها بنعمل شوية فروقات، في ولايات بنعطيها 3 مقاعد، في ولايات نعطيها 4، في ولايات نعطيها 5، في ولايات نعطيها 6. مجلس النواب بروح تناسب كامل. برلين بيطلع لها مثلا 10 نواب، تيجي واحدة مثل بايرن بيطلع لها مثلا 100 نائب، وانت ماشي. إذا أول شرط بالفدرالية أن يكون عندي البرلمان له غرفتين. الشرط الثاني أن يكون هناك صلاحيات واضحة للمركز لا تستطيع الولايات انتزاعها منه، وأن يكون هناك صلاحيات للأقاليم لا تستطيع المركز سحبها منها. بحكم معرفتك الدقيقة بالمسائل النظرية، وجنابك عملت في المسألة هاي في أوروبا، في سوريا وفي مناطق متعددة، يعني شو اللامركزية الممكنة في سوريا؟ دستور 2012 ودستور 1973 كلاهما دستوران مركزيان، ما عندهم أي نوع من أنواع اللامركزية. والسبب: دستور 1973 بالمادة 129 والمادة 130، دستور 2012 بالمادة 130 31 بيفترض إنه المجالس المحلية، شو بيقول هو؟ المجالس المحلية مجالس منتخبة، ويحدد القانون آلية تعيين، انتبهوا للكلمة، تعيين أو انتخاب. شو تعيين أو انتخاب؟ يعني أنا سلطة مركزية، الدستور سمح لي أعين، ليش حتى أخلي يصير في انتخاب بالله؟ أنا بقدر أعين رضوان باديني وأقول له خيو رضوان أنت ممثلي، ليش لحتى أغامر وأخلي الناس، أستنى الناس تنتخب لي رضوان أو لا يروح ينتخبوا حسن مجيد؟ شو بدي بالشغلة هاي؟ دستور 1920 أو مشروع دستور 1920 اللي لم يقيد لنا أنه نشوفه مطبق على الأرض بسبب الانتداب الفرنسي ودخول القوات الفرنسية إلى دمشق وإيقاف العمل فيه، هو دستور فيدرالي اتحادي. البرلمان فيه غرفتين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. ومجلس الشيوخ يمثل المقاطعات السورية، هيك أنا عم بقتبس الكلمات مصطلحات منه. المقاطعات عندها برلماناتها، وهي بتشرع بتشريعات محلية، وتترك للمركز الجيش، الخارجية، النقل
وصك عفوا النقد وصك العمله، والعلم، ويمكن وقتها كمان كانوا التعليم حاطينه مركزي. عدا ذلك تركينه للاقاليم او المقاطعات مثل ما هم سموها، وبرلمانات هذه المقاطعات تسن القوانين التي تراها مناسبه. 1950 فيه لا مركزيه سياسيه لحد بعيد، لانه بيسمح بانتخاب المحافظ ومجلس المحافظه محليا، ما عدا ربعه يعين من المركز، والربع يعين بالمركز لانه الناس بعدها جاهله، فبيخشوا انه الانتخاب يصير بس لشيوخ العشائر ولا رجال الدين، ويتم اقصاء النخب المثقفه، فقالوا بنترك ربع لنعين. ودستور 50 سمح بتحصيل موارد محليا الرسوم، واعطاهم فرصه الاداره. بالتالي اذا كنا عم نتساءل عن شو اللي بيناسب السوريين تاريخيا، فهو موجود بدساتيرهم، فقط على السوريين ان يقرأوا، مو يروح يقول يسبوا على الفدراليه، وهم اول دستور اعلن انشاء الكيان السوري كان فدرالي. اليوم سوريا دوله ممزقه، اعادتها لدوله مركزيه شديده المركزيه يعني الانتحار والامعان بالحرب الاهليه. ما عاد الناس بتقدر تنحكم من دمشق مثل ما كانت تنحكم من 2011. والموضوع بالمناسبه لا ينطبق فقط على مناطق شمال شرق سوريا. اليوم تروح على ادلب قول لهم اخي بدنا نعمل اتفاقيه ويصير الحكم يتعين المحافظ من دمشق، بيقبلوا؟ يعني سمعنا منهم. هلا بادلب ناس تحكي الفدراليه بالمناسبه صارت، بس بيحكوا على استحياء لانه صاروا 10 سنين عم بيسبوا ما خزابطه. جنوب افريقيا هي دوله فدراليه لا تقول انها دوله فدراليه. اسبانيا، وبالمناسبه البلدين كلاهما خرج من حرب اهليه. اسبانيا ما بتشوف ولا كلمه فدراليه، بتشوف كلمه لا مركزيه مره او مرتين، وبتحط نموذج مطابق لاي فدراليه في العالم. اكثر الدول لا مركزيه في العالم هي المانيا، رقم بحسب مؤشر الحوكمه المانيا رقم 1 في العالم في اللامركزيه. دستورها بتعرفوا كم كلمه لا مركزيه فيه؟ 0. يعني انا ليش اقول بدي لا مركزيه سياسيه؟ ما اقول ليش ما اروح على المضمون واقول بدي انتخاب مجلس محافظه وانتخاب محافظ، والمحافظ امكنه من هيك واخليه يحصل موارد واخليه يعين. اخي قلت كل شيء بس ما قلت كلمه لا مركزيه، قلت كل شيء بس ما قلت كلمه فدراليه. فاذا جوابا على سؤالك مشان ما استرسل اكثر من هيك، سوريا بحاجه الى نظام فدرالي يكون فيه المركز قويا والاطراف محترمه وثقافاتها محترمه وخصوصياتها محترمه. اقرب نموذج لنا على الاطلاق هو النموذج الاسباني، وبالمناسبه النموذج الاسباني تم استلهامه عند الحديث عن التجربه العراقيه. هلا العراقيين للاسف شوهوه كثير التجربه الاسبانيه تحت ضغط الاحتلال وسرعه اصدار الدستور ب6 اشهر، واقصاء المكون اساسي يعني بسوريا هلا اللجنه الدستوريه اقصي المكون الكردي، بالدستور العراقي اقصوا المكون العربي السني. يعني الحمد لله ما شاء الله الشرق يسخر بكل البهادل اللي ممكن ربنا يبهدلنا فيها، ما بعرف ايش، حظنا عاطل نحن مع الدنيا. سيده عنايه ديكو او سيد عنايه ديكو ما بعرف، بالمانيا مو جمهوريات، بالمانيا لندا، بلدان. كل بلد لها اسم. يعني بالولايات المتحده الامريكيه نحن بنسميها ولايات، نترجمها ولايات بس هي غلط، هي دول، ستيت، يونايتد ستيتس اوف امريكا، مو ولايات، فهي دول. بالمانيا اسمها بلدان، باسبانيا اسمها المجتمعات، بجنوب افريقيا اسمها المحافظات، بكندا اسمها المحافظات، بالهند اسمها الدول. كل فيدراليه بالعالم بتسمي اسماء المكونات تبعها اسماء مختلفه. هل يمكن ايجاد نموذج خاص بسوريا؟ طبعا معنى انه اولا هل بالامكان انشاء نموذج خاص لسوريا؟ مو هل بالامكان، يجب انشاء نموذج خاص لسوريا، لانه كل بلد عندها خصوصياتها. ولا يوجد في العالم نموذجين لاداره الدوله فيدراليين او احاديين متطابقين. كل بلد وعندها تفاصيلها وعندها خصوصياتها وعندها نسب مكونات وعندها شكل من اشكال اما الاندماج او الاستيعاب. نحن معلم صار لنا من عام 1958 من مجيء عبد الناصر ونحن نلعن كل شيء لا مركزي، ونحن نقول عن كل شيء لا مركزي انه قضيه انفصال، وانه الفيدراليه دمرت
البوسنه والهرسك، وانه الفدراليه دمرت العراق. شمس، شكرا يا سيده شمس، ما كنت عارفها. لذلك انت بدك تتفهم كثير الناس لما تقول انه اخي انا بكره الفدراليه، مو بس سهوله فجاه تغير رايها. النخب بتشتغل. انا مشكلتي كانت بالمناسبه هي النخب، يعني انا بتعامل مع قضيه التوعيه بين قضيه اللامركزيه والفدراليه مع النخب، لان هناك الافكار المغلوطه. اما الناس فعندنا مشكله بالمشاعر. ليش حتى اتحدى لنا مشاعر؟ هي اولا. اثنين، صار في خطا عند بكل ود عند المكون الكردي. بقدر ما تعامل العرب بسوريا مع الفدراليه كقضيه عدوه، بقدر ما تعامل الكرد مع الفدراليه كقضيه صديقه. شو صار؟ بتروح تسال الكردي بالشارع شو بدك؟ لك بدي فدراليه. طيب شو الفدراليه يا حبيبي؟ ما بعرف بس بدي فدراليه. بتروح لعند العربي بالشارع بتقول له شو رايك بالفدراليه؟ بقول لك بكرهها. بتقول له شو هي الفدراليه؟ بقول لك ما بعرف. تبني الكرد للفدراليه دون شرح المضمون، وانا هذا الحكي حكيته لكل اللي المعنيين بشمال شرق سوريا باكثر من مؤتمر باكثر من اجتماع، انه انتم ضليتكم تقولوا فدراليه من دون ما تشرحوا للناس شو هي. تاكلت الناس الفدراليه وهي مو عارفانه شو هي الفدراليه، وبتروح على الشارع الكردي الناس ميته بالفدراليه من دون ما تعرف شو هي الفدراليه. والكل يرى بالنموذج العراقي انه هو النموذج المعياري، وهو النموذج العراقي هو أسوأ فدراليه بالعالم كله، لانه النموذج العراقي ما في غرفه ثانيه. العرب كراهيه والكرد محبه. هون نصيحتي لكل النخب، تعالوا نحكي شو بدنا جوا بالمضمون بالمحتوى، ولا تكثروا عناوين كرمال النبي محمد. أنا يعني بصراحة يعني نحن في سوريا سؤال جوهري وسؤال رئيسي: هل مشكلتنا في سوريا عدم وجود دستور جيد في سوريا؟ هل بات الدستور هو المطلب الرئيسي للسوريين؟ هل خرجنا في الثورة في سوريا من أجل تغيير الدستور؟ نحن مشكلتنا بسوريا شغلتين. مشكلتنا مشكلة نص، ومشكلة سلطة فوق النص. فهي الحديث اللي طاشش بكل محل: نحن لم نخرج من أجل الدستور، ونحن ليس طموحنا لجنة دستورية. يا عمي ما بدك طموحك من كل هذول ولا شيء. أنت طموحك دولة دستورية، والدولة الدستورية فيها دستور يحكم السلطة، وليست سلطة تستخدم الدستور. وبالتالي لا يكفي أن تتغير السلطة، يجب أن يكون هناك دستور. نحن بحاجة الاثنين. المشكلة في سوريا هي مشكلة مكونات، والمشكلة في المكونات وجود المكون الكردي، المكون ذو العدد الكبير المختلف مع المكونات الأخرى في اللغة والثقافة وربما التاريخ وحتى الحلم اللي ذكره الدكتور. لا شك لا أحد يستطيع أن يوقف أحلام الناس، لا العرب ولا الكرد ولا أحلام الأتراك وإلى آخره. لتحقيق فيدرالية بدستور أو بتعديل دستور لتحقيق غرفتين في البرلمان، ربما السوريون والكرد خصوصا يحتاجون إلى تغيير الحدود الإدارية للمحافظات. الشيء الذي ذكره الدكتور بأن تاريخيا كان هناك فيدرالية سواء يعني لا مركزية التي كانت تحقق لا مركزية إدارية وسياسية واقتصادية في زمن ما، ومن بعدها لا مركزية في الخمسينات إلى آخره. التقسيم الإداري للمحافظات السورية تضيع يعني إن بقيت التقسيمات الإدارية كما هي الآن، محافظة الحسكة ومحافظة حلب ومحافظة الرقة التي تحوي المناطق ذات الأغلبية الكردية، والتي من المفروض أن سوريا تقبل على تغييرات لتحيي هذه الثقافة وتحميها، ويمارس الكرد دورهم فعلا كسوريين إلى أن يتحقق الأحلام في الأزمان السابقة للعرب أو للكرد. فمن الغير الممكن تمثيل المكون الكردي في ظل التقسيمات الإدارية الموجودة على الأرض حاليا. موافق لحد بعيد، بمعنى أنه التقسيمات الإدارية اليوم في سوريا تقسيمات مصطنعة. تاريخيا سوريا ما كانت هيك. سوريا بال36 كنا 8 محافظات من ضمنها لواء اسكندرون.
بال 48 صرنا 9 محافظات ليس من ضمنها لواء اسكندرون. تم فصل إدلب عن حلب ب 57، الرقة عن حلب عن دير الزور ب 57، تم إحداث طرطوس بال 66، تم إحداث القنيطرة بال 64. نحن تغيرت كثير، لكن القضية أعقد بكثير من التمثيل. ما بدي أدخل فيها هون لأنه درس كثير مهم ومعقد، وأنا بعد فترة راح تنشر لي جامعة لندن بحث عن التقسيمات الإدارية في سوريا. الموضوع معقد، موضوع التقسيمات الإدارية، وما بظن الأمور بهالتبسيطية هي، إنه إذا غيرنا التقسيمات الإدارية يمكن حماية المكون الكردي. حماية المكون الكردي لها أبعاد كثير. التقسيمات الإدارية قد تكون جزء منها لكنها غير كافية، لأن المكون الكردي غير مركز بمكان واحد، هو موزع ضمن عدة، وبالتالي إنشاء محافظات لتقدر يكون المكون الكردي ذو غالبية فيها ما موجود، ما سهل على الأقل إنشاءه. لذلك أنا حكيت، إذا انتبهت ربما كان حكيتها عرضا بس هي أعنيها، أن الموضوع قد يتطلب تمثيل أقاليم ومكونات أيضا، زائد يجب أن يكون هناك تعديلات دستورية مرتبطة بالحقوق الثقافية للكرد، وطبعا مو بس للكرد، الحقوق الثقافية للكرد والسريان والآشوريين وغيره اللي هي حقوق قومية عندهم. مساء الخير للجميع. دكتور زيدون، يا ريت قبل 10 سنوات كنا التقينا 20,000 مرة، ومو بس نحن لوحدنا. يعني يبدو أنه النخب السورية أبدا ما التقوا مع بعض، يعني مع الأسف الشديد. لو كنا ملتقين مع بعض قبل 10 سنوات هلا ما كان هذا حديثنا. صحيح. أتصور بعد 12 سنة من جديد يجي حضرتك يعني بيعلمنا الفرق ما بين اللامركزية والمركزية والفيدرالية، وشو معناها؟ معناها ما عنا أرضية خصبة لهالأشياء وما فهمناها أصلا. ساتير ما فيها شيء احترام طبيعي. فيها إقرار. في إقرار بالحقوق طبعا. المقصود أنا تحترمني، لا يا أخي حطني بالدستور ولا تحترمني. أيوة لا تحترمني واترك لي طبعا ماني ابن خالتك. يعني هاي قضية مهمة جدا. القضية الثانية اللي عم تصير جدا 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 مهمة، اللي غابت عن فكر الكردي والعربي والسرياني والآشوري. دكتور انت جاي على أوروبا، هلا الرقعة الأوروبية بتلاحظ فيها 80 لغة، أما الرقعة الإسلامية فيها 3 لغات، فارسية عربية وتركية، ساحقين كل اللغات. كل اللغات مسحوقة، يا أما بتحكي عربي يا تركي يا فارسي. الاحترام ما هو مفهوم قانوني. الواحد بيحترم أبوه وبيحترم الزلمة الكبير وبيحترم السيدة المسنة، بس بالقانون في إقرار طبعا أكيد. الحقوق الثقافية للمكونات، ولا أقول لك ليش مكونات، هي حقوق مقرر بالدستور ومحمية بالدستور، وليست فقط محترمة. شو أنا بدي أحترمها؟ بدي أتجوز بنتها يعني، ولا بدي شيء على الأرض الواقع، بدي شيء حقيقي. هلا الصين ليست فيدرالية لكن تتحدث عن شعوب صينية، في حين أمريكا تتحدث عن الشعب الأمريكي، ألمانيا تتحدث عن الشعب الألماني، إسبانيا بتتحدث عن الشعب الإسباني والمجتمعات المحلية. الآن راح أعطيك أقول لك وين الإشكال الأساسي. تعال نروح نحن أصل العلم السياسة. نحن علم السياسة نحن الحمد لله ما اخترعناه، يعني اللي اخترعه بزماناته ابن خلدون، بس الحمد لله اللي اجى الغرب وبعدين رجعنا. يعني كلمة شعب اللي هي بالإنجليزي people، منيح، شو مقابلها بالعربي؟ وكلمة ناس اللي هي بالإنجليزي people، أي واحدة فيهم people؟ وشو المقصود بكلمة شعب؟ هلا أنا ما عندي مشكلة شخصيا سميها الشعوب السورية، شو الشغلة يعني إذا سميتها الشعوب السورية ولا المكونات السورية شو بده يتغير؟ تسمح لي بنكتة، تسمح لي بنكتة هيك على هاي القصة. بزماناته واحد بيك بلبنان، وهو راجع على البيت بالليل مطرت الدنيا، هي زحلق الحصان تبعه مات، بده يلتجئ، راح لعند المرابع تبعه بمعنى الخادم اللي عنده.
فمملوء المي فات هيك لجوا. قال له بدي اتدفى، قال له والله يا بيك ما عندي غير الجله اللي هي روث البقر، قال له ما عندي غير الجله اتدفى عليها. قال له شا انا البيك بدي اتدوى، ما في. العمى بعدين برد، قال له لك اخي والله بردان لاقي لي الشغله، قال له والله ما عندي غير الجله، قال له الجله انا ما بقبل. قال له زين. بعد ساعتين قال له لك ايوه تعال اقول لك روح سميها اللي بدك اياه وجيب لي اياها اتدفى فيها مشان الله. يعني هلا انت شو بدي انا هلا اذا رحت قلت للعرب انه نحن الشعوب السوريه والله تقوم القيامه، شو بستفيد؟ طيب اذا سميت العرب بسوريا مكون عربي وقلنا هيك طلع الشعب السوري يتالف من المكون العربي والمكون الكردي، او رحنا قلنا الشعب الأمة السورية تتألف من شعب عربي وشعب كردي وشعوب أشوري. شو رح يتغير؟ قضية بمحل ثاني، قضية بالحقوق. لما نحن عم مثل لما بقول أنا قلت لك أخي مشان الله لا حد يستخدم كلمة فدرالية، قل لي بدك برلمان غرفتين وأعطيني حقوق المحليات وأعطيها حقوق ثقافية وأعطيها كل اللي بدك إياه، وزاد تقول لي يا أخي روح سميها اللي بدك إياه وجيب لي أتدفى فيها مشان الله. أنا ما بدي أسميها شعوب وأجي أستفز مساور قلق المكون العربي. أنا بدي أقول أخي المكونات الشعب السوري، والشعب السوري فيه مكون كردي. هلا نحن عم نحكي على الورق، ونحن هلا عم نحكي عن اليوم، والحلم بيضل بعقول الناس وخليه بعقول الناس ولا تموتوا. بس اليوم لما بتروح بتقول لي الشعوب السورية أنت عم بتموت الحلم، لأنك عم تخلق له أعداء من دون داعي. اما لجهه ان الامه الاسلاميه او العالم الاسلامي عفوا فيه 3 لغات، فخليني اقول لك مشان ما نضل نحن كمان نلطم حالنا. ليش الفرنسيين شو كانوا؟ ما الفرنسيين انتجريشنست، اندماجيين، بعمرهم ما كانوا كونسوسيشنست استيعابيين، عكس الاسبان. ليش فرنسا كان مسموح لك تحكي كتالان؟ ما عندك انت بجنوب غرب فرنسا في الكتالان اللي على حدود اسبانيا كان ممنوع. اسبانيا ام المواطنه قائمه على اساس شيء اسمه الديموس اللي هو المواطنين بيحكوا اللغه الفرنسيه كلهم، ولغت كل الفروقات الثقافيه بالعصايه وبالحديد والنار. ها مو بس نحن يعني. هلا نحن العالم الاسلامي عجز الله في عندك اللغه الاندونيسيه وعندك اللغه الماليزيه وعندك هي، بس دوله مثل دوله فرنسا منعت استخدام اللغات الاخرى، وكان احد ادواتها بخلق مفهوم المواطنه الفرنسيه. ولذلك اليوم بتشوف، وهذا درس للكل، درس للعرب، اليوم فرنسا شوي ثاني بصير فيها حرب اهليه بين الاقليات المهاجره وبين المواطنين الفرنسيين الاصليين، وحجم الاستقطاب هائل صار بالمجتمع. لانك انت لما بدك تروح تفرض ثقافتك علي فرض وتكسر راسي وتقول لي ما في، ممنوع تحكي عربي او ممنوع تحكي كردي، وممنوع تخليني احتفل بالنيروز، او ممنوع تخليني احتفل بعيد الاضحى، حسب وين عم نحكي عن اي بلد. بدك تعرف انك انت عم بتحط قنبله للمستقبل راح تنفجر اما بوجهك او وجه اولادك او وجه احفادك. لما بتفكر انك تلغي ثقافه مكون ببلدك او ثقافه امه، فانت بتعرف انه هي الثقافه ما بتروح، هي الثقافه بس بتتحول لجمر ينفجر بيوم من الايام بوجهك. بالمقابل سويسرا بتروح على الايطالي ما بيحكي كلمه فرنسي، بتروح على القسم الفرنسي ما بيحكي كلمه، ما بيحكي الماني، صح. بتروح على الالماني ما بيحكي ولا كلمه روماش. طيب العام شلون انتم امه ومع ذلك بتلاقي المواطن يعتز بسويسريته ويعتز انه مواطن سويسري وهو ما بيعرف يقول صباح الخير لجاره، ما عندهم لغه مشتركه ومع ذلك امه. وصار لهم يعني مو والله هم عم يختبروا حالهم، نحن عم نحكي من 1860. الحديث اللي تفضل به الأستاذ زيدون حديث علمي وواقعي، ولكن للأسف المشكلة في هذه الوقت مشكلة التطبيق. نفتقر إلى التطبيق لعدة أسباب. السبب الأول هو
والتطرف الديني. السبب الثاني الوعي الاجتماعي والثقافة العنصرية المتداولة منذ مجيء البعث حتى يومنا هذا. وهل نستطيع أن نكون مجتمع متمدن ومجتمع متحضر خالي من الطائفية والعنصرية والتطرف الديني؟ برأيي إذا لم نبني المجتمع لا نستطيع بناء دولة سورية متحضرة متكاملة في البلد. وشكرا لكم. أنا شخصيا ما بعرف شو بده يصير، بعرف إنه نحن لازم نشتغل، أما إنه نتيجة عملنا رح نشوفها. ما بخفيك يعني ما كثير متفائل أنا، بس يعني عم نحاول. ومرحبا بالدكتور زيدون على صفحة ريبين، أهلا وسهلا. أهلا فيك. نحن متفقون في نقطة ومختلفون في نقطة، ولدي سؤال بالأخير بمختصر مفيد. طبعا نحن متفقين على أن الاتفاق على صيغة إرضائية بين الشعوب السورية أو مكونات الشعب السوري لو شئت أو لو رغبت هو أفضل أوجه إدارة الخلافات دون تسمية المصطلح، دون أن نسمي. وأنا أذكر في هذا الصدد أن المجلس الوطني الكردي عندما تبنى خيار الفيدرالية في عام 2012 أو لعله كان 2013 لا أدري بالضبط، أوصتهم أمريكا ذلك الوقت أنه فيما لو قدر لكم أن تحكموا المنطقة الكردية أن تعملوا وفق المقررات الفيدرالية دون تسمية ما تقومون به بالفيدرالية، لأن العقل الجمعي العربي السوري على مستوى النظام والمعارضة والعقل الشعبي لا يستسيغ كلمة الفيدرالية لأنه يفسرها على أساس الانشطار أو التقسيم، فيما هي ترجمتها الحرفية إلى الاتحادية. يعني يعملوا ما تصبو إليه الفيدرالية. الفيدرالية مثلا تؤسس لصرف أو أموال كل إقليم على ذلك الإقليم، اصرفوا ولا تقولوا أن العملية فيدرالية. إنشاء برلمان محلي أنشئوا ولا تسموها. هذه نحن متفقين عليها، وبهذه الطريقة أو بهذا الأسلوب يمكن لذلك الفرد المواطن أو عربي أو غير العربي السوري عندما يرى حلاوة أو يتذوق حلاوة التطبيق الفيدرالي دون أن نسميها فيدرالية، مع مرور الزمن سيدافع عنها. سيدافع عنها وسيقبل بالفيدرالية. أعتبر أن سوريا ذات حضارة عربية، ذات حضارة إسلامية، ذات حضارة سورية، ذات حضارة تقاطعت فيها الحضارة الفارسية والتركية والكردية. أما أننا جزء من الأمة العربية، هل أحلام العروبيين هي ما ذكرت. أما أنا شخصيا فأتمنى بقاء سوريا الأمة السورية بحدود سايكس بيكو التي قسمتنا، لأنه ما بدي هلا أجي أقول يعني نحن عدم المؤاخذة مو عرفانين نوحد حارتين بالشام. هلا اليوم نحن بسوريا عندنا الميدان ولا هي ما عارفين نجمعهم مع بعضهم، صرنا بدنا نوحد موريتانيا وسوريا قطعت فيها الحضارة الفارسية والتركية والكردية. أما أننا جزء من الأمة العربية، هل أحلام العروبيين هي ما ذكرت. أما أنا شخصيا فأتمنى بقاء سوريا الأمة السورية بحدود سايكس بيكو التي قسمتنا، لأنه ما بدي هلا أجي أقول يعني نحن عدم المؤاخذة مو عرفانين نوحد حارتين بالشام. هلا اليوم نحن بسوريا عندنا الميدان ولا هي ما عارفين نجمعهم مع بعضهم، صرنا بدنا نوحد موريتانيا وسوريا. فأنا ماني مع الأوهام، أنا زلمة أتمنى تكوين الهوية السورية القائمة على التنوع، على احترام وعشان ما يزعل الإقرار بحقوق المكونات القومية والثقافية، لكن لا أدعو أبدا للانتماء للأمة العربية. وما أقوله اللي ذكرته لك أستاذي ويمكن أنا ما وضحت بشكل جيد، رح أرجع أأكد عليه. قلت كما للعرب أحلام لتبقى في رؤوسهم، في عروبيين أخي بدهم يوحدوا الأمة العربية. أخي في عندك أمميين بدهم يوحدوا الطبقة الكادحة من نيكاراغوا للاتحاد السوفيتي السابق. يعني الحمد لله الأحلام والأوهام كثيرة. في عروبيين بدهم يوحدوا الأمة العربية، خلي الأحلام برؤوسهم.
في كرد بدهم يوحدوا كردستان الكبرى. اللي بده حلمه ما يموت لا يكبر حجره ولا يعاند الواقع. اليوم اترك حلمك وحقق ما بتقدر تحقق فيه، اترك حلمك براسك على الورق، حط واقع. وهذا الكلام للكرد وللعرب. انا شخصيا ماني عروبي، انا ماني عروبي ابدا. انا زلمه بدي سلام ببلدي، وبدي عداله اجتماعيه، وبدي ديمقراطيه ببلدي اللي فرضته علي سايكس بيكو. وسايكس بيكو هي مو فرضت على سوريا بس، كل دوله بالعالم عندها سايكس بيكو تبعها الخاص فيها. اليوم الألزاس هي نقطة خلاف، الحدود بين التشيك والمانيا نقطة خلاف، الحدود بين المانيا وبولونيا نقطة خلاف، الحدود بين اوكرانيا وروسيا نقطة خلاف، دائما هيك. فهلا ما بدي اقعد انا انبش التاريخ واقول سايكس كان مليح وبيكو كان عاطل، كله بيطلع له. انا بالنسبة لي اليوم اتمنى وحدة هذا المثلث كاملة، فيها تحترم جميع فيها تقر وتقدر وتحترم قانونا جميع الثقافات. أما لا أدعو أبدا وأرفض رفضا قاطعا كلمة والشعب السوري جزء من الأمة العربية. أخي اللي عنده هذا الحلم يخليه براسه، لا يخرب بيتنا، لا يضيع لنا الدنيا. وهو هذا حلمه نفسه، هذا العروبي اللي بده يخلي الشعب السوري جزء من الأمة العربية، وبده يوحد السودان مع الصومال مع المغرب مع ليبيا مع البحرين، اللي بده يوحدهم. هذا لازم يفهم انه كل ما بيكتب هذا الكلام بالدستور كل ما بيبعد هذا الحلم. ما انك عم تقهره وعم تجبرنا عليه. هلا نحن ما لنا فايقين لك. ايوه نحن مو عارفين نوحد شمال سوريا مع جنوبها، ما عارفين نوحد درعا مع سويدا. بدك توحدني مع موريتانيا يا زلمه؟ اجلها شوي كرمال الله، خليها براسك خيو وبعدين نحكي. حلو ممتاز. دكتور استاذ محمد داقوري. استاذ محمد تفضل، معك المايك. نعم، مساء الخير جميعا. استاذي الكريم، انا ما بعرف حضرتك كمان استخدمت مع تاكيدك لفكره انه ما بتدعو الى فكره الامه العربيه بهالوقت الحالي، لكن انت استخدمت كلمه القطر السوري. هذا لا انا ما استعملت كلمه. انا عندي ازمه على معنى. انا مستحيل اقول كلمه القطر السوري. انا مستحيل اقول. انا عندي ازمه نفسيه منها. اقول لك ليش. وفي بحث هلا راح ينشر بحرمون عم بورجي فيه انه نحن حولونا من دوله لقطر، حولونا لشكفه صغيره. انا قلت قطر، عم بقول من يقول سهوا اتقي الله سهوا استاذ على مالك روق عليه في تسجيل. قلت اما من يقول بان الشعب السوري جزء من الامه العربيه فانا رافضه بالمطلق. وانا برايي باللحظه اللي تحولنا فيها لقطر تدمرت هويتنا. طيب تمام، اذا مسجله فممكن تعيدها. هاي الارث انه نحن حولونا من دوله لقطر، حولونا لشكفه صغيره. طيب انا قلت قطر، عم بقول من يقول سهوا اتقي الله سهوا استاذ على مالك روق عليه في تسجيل. قلت اما من يقول بان الشعب السوري جزء من الامه العربيه فانا رافضه بالمطلق. وانا برايي باللحظه اللي تحولنا فيها لقطر تدمرت هويتنا. طيب تمام، اذا مسجله فممكن تعيدها. هاي الارث انت واحد مفتري خيو، انت واحد مفتري انا طيب تمام. عزيزي، انا والله يعني من الناس اللي تحب اختصر. الاصدقاء بيعرفوا انا اللي بفهموا من الناس المشتغلين على المفاهيم دائما عندهم المفاهيم النظريه، يعني دائما عندهم مشكله دائما الواقع والتصالح مع الواقع. وهي هي المشكله دائما عندنا كلمات تستخدم بمكان خطا. انا اشرت الاساتذه الكرام عن موضوع فكره الشرعيه، يعني هذا فاقد شرعيه وهذا ما عنده شرعيه، والموضوع معقد ومركب وانت بتعرفه. يعني وهي فكره مبدا قبول الاغلبيه. نعم. ف قناعتي المطلقه انه نحن، وباختصار شديد، صحيح المجتمعات ما هي مثقفه بالمفاهيم لكنها بتعرف وحساسه جدا لما هي تستخدم وتدعو الى اللامركزيه او تدعو الى الفدراليه، فهي تعني الاتي: تعني الانعتاق، يعني الانعتاق عن المركز.
الانعتاق عن الواقع اللي انفرض علينا نحن الكرد أو غيرنا، لكن نحن الكرد محبة في هاي الكلمة المركزية نشدد عليها، لأنه نحن بنعرف تماما والمجتمع يعرف تماما وحساس جدا ويعرف ما ينطق به. يعني هي ليست فقط موضوع مصطلحات نظرية تستخدم بشكل صح أو خطأ، لكن هي الانعتاق عن المركز. هاي هي الدعوة الرئيسية، وهو واعي تماما أنه ما عنده قدرة على إنشاء الحلم الكردي ولا العربي عنده قدرة على إنشاء الحلم العربي. فنحن عندنا هاي الدولة اللي اسمها سوريا. أول شيء دفاعك عن اللاوعي أو الوعي عند الجماهير بأنه هي متأذية من الحكم المركزي السلطوي اللي حاول يذوب ثقافتها ويجبرها على لسان غير لسانها، وسلب منها حقوقها ورحلها ولغى وسحب منها هويتها، وبالتالي هي بتقوم بتدافع عنه الفيدرالية. أنا بفهمها هاي، بس ما بوافقك على الإطلاق بالاستنتاج، بمعنى أنه الشعب بده فيدرالية لأنه كرهان السلطوية، فمنقوم نحن كنخب بنروح منقوم نكرر ناس حكي الشعب. هيك فحوى كلامك. أنا أدرك أنه مو هذا القصدك النهائي، بس بدنا ننتبه لحالنا ندافع عن فكرة أستاذ محمد. الشعب يحكي اللي بده إياه، النخب هي اللي بتشذب آراء الشعب، وخصوصا إذا كان في صعوبة ما من إنه هاي الجماهير تقر بتمثيل هذه النخب لها بحيث تتكلم هاي بلسانها. لأنه اليوم أنت عم بتقول إنه أخي الناس هاي بتعرف حقوقها، مزبوط، هي بتعرف شو ظلمها ومين ظلمها، بس هي مو بالسهولة بتعرف شلون تنتصر لحقها. ولو كانت الشعوب قادرة على أنها تنتصر لحقوقها بسهولة ما كان في داعي للقيادات ولا في داعي للنخب. الشعوب بحاجة للنخب، والنخب لا يجوز أن تخطئ في قضايا الاصطلاح لأنها تدفع ثمنا غاليا لاحقا. حرف واحد في الدستور يغير كل شيء، حرف واحد. ياما قضايا دستورية كبيرة اختلف الناس عليها بعد إقرار الدستور على حرف وحرفين وكلمة وكلمتين قامت لقيامة على تأويل ما. فأنا دفاعي عن الاصطلاح مو دفاع أكاديمي، مو أنا شخص عم بحاضر مجموعة من الطلاب وأقول لهم عرف ما يلي، أبدا. أنا عم بقول راح أعطيك مثال. اليوم المعارضة تبغي حلولا شبه فدرالية، ومع ذلك تصر على اصطلاح اللامركزية الإدارية الموسعة. طب هذا مقتل. إذا بدي أسكت لهم على هاي القصة بحجة إنه أنا فهم أنا عارفان شو بدهم، ما هم راح يروحوا يكتبوا بالدستور لامركزية إدارية موسعة، وبعدين راح نختلف شو تعرف اللامركزية الإدارية. وغالبا لما بتروح المراجع وتقول لك شو تعرف اللامركزية الإدارية بقول له خيو أنت خيو لا بتنتخب ولا بتحصل موارد، أنت فقط حسب اللامركزية الإدارية بتعين. هيك الدنيا. فإذا ما وعيناهم يا أستاذ محمد كارثة. وأنا إذا بدي أحترم مشاعر الناس بدي أقودها، وإذا بدي أحترم مشاعر الناس بدي أقودها، بدي أوعيها لحتى ما نصير نردد. لأنه اليوم الناس بتردد تكره الفيدرالية كره العمى من دون ما تعرف شو هي، بتردد. فما في داعي ننساق وراء قضية الشعبوية على أنه الشعب على حق، والشعب على حق. طبعا الشعب على حق، بس الشعب ما بيعرف يقود نفسه، وإلا ما كان في داعي لقيادات بالدنيا. أما لقضية الثروات، المذاهب شتى، لكن العام في العالم أن كل ما تحت الأرض وما عليها هو من حق المركز، لأنه القضية معقدة كثير، لأنه بتؤدي لصراعات. هلا الدستور العراقي مثلا قال أنه حقول النفط الحالية من حق المركز، فيفهم منها ضمنا، ولاحظ هون الكلمة قديش بتأثر، أنه المستقبلي لا من حق الإقليم. وهذا خلق صراع، وشفتوا اللي صار بكركوك. حلها منك تكون واضح. أنا شخصيا ميال على أنه الثروات الطبيعية من حق المركز يعاد توزيعها على موارد الدنيا كلها، مثل ما هو الحال مثلا ب متساوية القوة. موضوع ليس أحادي البعد، ليس قضية واحدة، ليس مسألة واحدة. قضية الفيدرالية تصميم معقد، ما هو مو البلد فيدرالي انتهى. البلد بدها كثير شغل لتقول انت هي صار فيها فيدرالية متوازنة.
المركز بسويسرا مين؟ المركز بكندا مين؟ طيب ما ثرواتهم كلها كل هاي البلدان اللي حكيت لك ما في امريكا ثرواتهم من حق المركز، ثرواتهم من حق المركز. طيب هل عم بيشعروا بانهم اقليه هذول؟ لا، عم بيشاركوا بالحكم مثل غيرهم. هلا اللي موافقك عليه هو انه مشان يفهموا انه حجم اهمال اللي صار للمناطق الشرقيه بيولد مليون انتفاضه. لما انت ما في حاطط شبكه مواصلات ولا في جامعات ولا في شبكه ري ولا شبكه صرف صحي باغنى مناطق بسوريا وتسحب خيراتها لتروح تطعمي فيها ابن الشام وابن حلب وابن الطرطوس وابن اللاذقيه وابن هي، وتاركهم وتسحب منهم هوياتهم وما بتخليهم يحكوا بلغتهم وبتغير لهم اسماء قراهم، تتوقعهم هذول يقولوا لك بدنا نحافظ على أنه. هذا اللي بوجه الفكر الانفصالي، وهذا اللي بقوله للناس. الانفصال ما بيجي من انك تعطي الناس حقوقها، الانفصال بيجي من انك تسلب الناس حقوقها. والمثال اللي بطرقه دائما عزيزي مثال حي وسهل كثير. شركه يا اخي، شركه مثلا مثل ميلان فيها 4-5 آلاف عامل، ممنوع يكون مثلا واحد كردي يكون مدير هالشركه. هذا ممنوع. كان يجيبوا يا من حمص يا من لاذقيه يا من الا من فوق. يعني شو بدي استفيد يعني من الدوله انه ما إلي فيها مثلا رأي او ما إلي فيها حقوق يعني. وهذه ليست أعطية وليست مو موجه عفوا دكتور، مو موجه لك كشخص يعني، للأخوة العرب مفهوم. يعني بشكل عام، يعني انه انا هاي القصد يعني. للكل حتى الكردية حقك، صح، حقك تبعث ابنك على مدرسة. الباسبورت في العراق اللي موجود بالكردية. أنا لما خدمت جيش كان جنبي شاب اسمه إبراهيم، مدري شو حكينا، قال لي كأنك بتحب الكرد. قلت ليش لا أكرههم؟ قال لي يا زلمة أنا مشتهي أحكي بلغتي. أنا كنت أروح أزور أخوي بالسجن ما أسترجع أحكي معه بالكردي. بعرف قديش بتقرأ هاي القصة، بس ما نطلع على ولا. بالنسبة للسؤال اللي حطه سيد عماد مشان ما نتجاهله على الشات، إنه هل تعتقد أن السوريين قادرين يكتبوا دستورهم بدون تدخل خارجي؟ لا طبعا، لا طبعا في تدخل خارجي، بس بدنا نكون واعيين. لأنه الألمان كتبوا دستورهم بتدخل خارجي من الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين. اليابانيين كتبوا دستورهم بتدخل واضح وإملاء من الأمريكي. نحن ما بنختلف كثير، نفرض نصوص، بس ما بدنا نوعى بالأول. بدنا نعرف بالضبط شو بدنا نكتب، بدنا نعرف مع مين بدنا نتحالف، بدنا نعرف شلون بدنا نتحالف، وإلا بدنا نظل طول الوقت نقول تخليتوا عنا وتخلينا عنكم. ممتاز. باقي لنا شخص واحد ونحن باقي لنا 5 دقائق نكمل ساعتين. تفضل استاذ حسن. استاذ ابو ساشا. مساء الخير، تحياتي للجميع. مساء. انا برايي هناك اشكاليه تغيب عن بالنا، تكمن في الذهنيه الاقصائيه التي رسختها الحكومات العنصريه المركزيه بقوانين اختارتها على قياساتها وبأساليب استبدادية، واعتبرت هذه الإجراءات حق مكتسب لها دون غيرها من الشعوب. جعلت هذه الشعوب خانعة متخلفة عن السياق العام المتحضر، غير متاح لها أن تعبر عن ذاتها، وبقيت أسيرة أحلامها. السؤال هو كيف يمكن سد هذه الفجوة الزمنية يا دكتور؟ وشكرا لكم.